في يوم من الأيام سنة 2020 الساعة 10 بالليل في محافظة الجيزة، كان في راجل ماشي في الشارع ومعاه كيسة سمرة في ايده، وكان عايز يرميها في الزبالة. الراجل ده رمى الكيسة من هنا ومشي. أول ما مشي الناس بدأت تسمع صوت جوه الكيسة، فتحوا الكيسة لقوا عيل صغير. الناس جريت على الراجل ومسكته وسلمته لقسم الشرطة. بس المصيبة ان الراجل اعترف اعترافات لا يتخيلها عقل. ممكن يجي ببالك ان العيل ده ممكن يكون ابنه. الراجل ده غلط وجاب العيل ده وحب يتخلص منه، لكن اللي حصل امر من كده مليون مرة. الصدمة ان العيل ده يبقى ابن بنته اللي عندها 14 سنة. لا، ومش بس كده، لا ده المصيبة كمان ان ابو الولد الطفل ده يبقى ابنه التوأم. يعني اللي عمل الكارثة دي عياله الاتنين التوأم. القصة دي يمكن اول مرة تسمعوها، ومش هتسمعوها لانها قصة صعبة كتير كتير وفيها تفاصيل محرجة ومحزنة، فسامحوني على التفاصيل اللي هقولها. ممكن يكون القصة دي انذار خطر لينا كلنا عشان نخلي بالنا من أولادنا. مش هطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نعرف تفاصيل قصتنا. السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم. لو أول مرة تتابعوني، دي قناتي حكايات أميرة. فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. الحكاية ابتدت في شبين الكون بالقناطر. كان في أب وأم عايشين حياة عادية جدا، بس احنا في القصة مش هنقول الأسامي منعا للإحراج. الحكاية كلها ابتدت في شبين الكون بالقناطر. كان في أب وأم. عم حسين عنده 53 سنة والأم عندها 41 سنة. كانوا عايشين حياة عادية جدا، بس مرة واحدة الأب اتجه لشرب الممنوعات، وبدأ ان هو يمد ايده على مراته ويتخانق معاها أغلبية الوقت، وبدأت ان هي كل شوية تغضب وتروح عند أهلها، لحد ما شافت ان هو مش هيتغير وقررت ان هي لازم تتطلق منه. وفعلا تم الطلاق. بس في الوقت ده الأب والأم كان معاهم 2 اخوات توأم، بنت وولد عندهم 14 سنة. الأم بعد الطلاق راحت لبيت أهلها وعاشت هناك، وما بقتش تسأل على عيالها، وكمان الزوج منعها ان هي كمان تشوفهم. وكان الزوج كل هدفه في الحياة ان هو يشتغل عشان يكفي مصاريف اولاده. كان بيصحى من النوم الصبح ينزل شغله ويخلص شغله على الساعة 6 بالليل. والاخوات التوأم كانوا بيروحوا المدرسة وييجوا من المدرسة ويقعدوا في البيت يستنوا والدهم لحد ما يخلص ويجي. لحد هنا وتمام. نيجي بقى للجزء الأصعب. الولد والبنت قاعدين في البيت، مفيش رقابة، مفيش حد قاعد لهم. السن ده زي ما انتوا عارفين سن خطر. الولد بدأ يخش في مرحلة المراهقة، وبدأت هرموناته تتغير، وبدأت طريقة حياته تتغير، وبدأ يحس بقى بنفسه. فبدأ ان هو يتفرج على افلام مش كويسة على الموبايل، ويخش الحمام ويطول في الحمام. انتوا فاهميني طبعا، مش محتاجة ان انا افسر اكتر من كده. مين اللي بدأ ياخد باله؟ اخته التوأم اللي قاعدة معاه في البيت. بدأت تحس ان في حاجة غلط، وبدأت تحس بحركات اخوها، وان بيخش اوضته وبيقفل على نفسه وعلى طول بيتفرج على الموبايل. فقررت ان هي لازم تعرف هو في ايه. فتحت باب اوضته مرة واحدة واكتشفت الصدمة ان اخوها قاعد بيتفرج على افلام مش كويسة. اخته اتضايقت جدا وقالت له انا لازم اقول للبابا عشان يتصرف معاك. قال لها لا لا لا، بابا ايه اللي هتقولي له؟ استني هنا، تعالي انا هخليكي تتفرجي معايا، عشان يسكت اخته. وفعلا اخته قعدت واتفرجت معاه. ومرة في مرة في مرة اتعودوا ان هم خلاص لازم كل يوم ييجوا من المدرسة يخلصوا الوراهم ويقعدوا يتفرجوا على الافلام دي. لحد ما في مرة من المرات الشيطان وسوس طبعا لأخوها، لان هو كده كده الشيطان موجود ومفيش رقيب ومفيش اب ومفيش ام، فلازم الشيطان هيوسوس له.
الشيطان قاله ان ليه ما نجربش اللي احنا بنشوفه. ايوه، الشيطان عمى عينيه وحلل له اخته قدامه، لان طبيعة الانسان اللي زي ده انسان ضعيف، وكمان مفيش الصلاة، مفيش قرب من ربنا، مفيش تعلم يعني ايه الصلاة، لان الام هي اساس البيت وبغيابها كل حاجة بتضيع. الاخت استجابت لاخوها وقالت له ماشي، لان هي كمان ما هياش لاقيه اللي ينصحها، مش لاقيه اللي يقول لها عيب او غلط او حرام. وفعلا وقعوا في المحظور وعملوا كده مع بعض. البنت اعترفت وقالت ان هما كانوا بيعملوا كده كل يوم، وطبعا الاب مش موجود، وقبل ما الاب بيجي عن ميعاده كل واحد بيخش اوضته وبيعدلوا كل حاجه وكأن مفيش حاجه خالص. وفي يوم من الايام الاب خلص شغله وجي عن ميعاده بدري وفتح الباب، وهنا كانت الصدمة. اكتشف ان اولاده الاتنين التوأم مع بعض زي ما ولدتهم امهم. الاب هنا من الصدمة كان واقف مش مصدق نفسه، مش مستوعب اللي شايفه، فضل في حالة ذهول. بنته من الاحراج والكسوف، لان هي كانت زي ما ولدتها امها، جريت على اوضتها، وكان في اعتقادها ان خلاص ابوها هيموتها وهيموت اخوها، بس هيموتها هي الاول، عشان الاب جري ورا بنته، دخل وراها الاوضه وفضل واقف مش مصدق نفسه. البنت جريت على السرير وقعدت ومفكره ان خلاص والدها هيموتها، بس اكتشفت ان والدها قرب عليها وخدها في حضنه، وبدأت تحس بإيده بتحسس على جسمها. بدأت تحس بحاجة غريبة، ايه اللي بيحصل؟ المفروض هنا دور الأب ان هو يحاول يتكلم مع بنته، يعرف المشكلة جاية منين، لكن مش ده اللي حصل، ده بالعكس كمل اللي ابنه كان بيعمله وغلط مع بنته. بقى كده في الأب بالليل والأخ بالنهار على البنت، وعاشوا حياتهم عادي وكأن مفيش أي مشكلة. بقى البنت تقعد مع أخوها طول النهار ويقعدوا يتفرجوا وعايشين حياتهم مفيش مشكلة، والأب يجي بالليل يكمل عادي مفيش حرام. وبقى هو ده نمط حياتهم، لحد ما في يوم من الأيام البنت بدأت تحس إن البريود ما جاتش، وبدأت تحس إن جسمها بدأ يتغير، لحد ما اكتشفت إن هي حامل. هنا الأب والأخ كانوا هيتجننوا ومش عارفين يتصرفوا ازاي، وقالوا إن هما لو خدوا البنت وودوها المستشفى كل هيعرف، وما كانش فيه أي تفكير في دماغهم غير إن ازاي هما يتخلصوا من الجنين ويكملوا في اللي هما بيعملوه عادي، رغم إن هما قعدوا في اللي بيعملوه ده لمدة سنة كاملة، وفضلوا يفكروا هيتصرفوا ازاي، هيعملوا ايه، لحد ما قرروا ان هم خلاص هيتبقوا الحمل ده لحد ما يكمل، وبعد كده اول ما البنت دي تولد هيتخلصوا من الجنين. ورغم ان هي كانت حامل برضو كانوا ماشيين في اللي هم بيعملوه، ما وقفوش ابدا. بعد كده البنت اول ما ولدت الاب خد الجنين وقرر ان هو لازم يتخلص منه، ونزل الشارع وقعد يدور على مقلب زبالة أعزكم الله عشان يتخلص من الجنين، لحد ما يشاء ربنا إن الناس شافته وهو بيرمي الكيس، وفتحوا الكيس لقوا فيه العيل الصغير، وخدوا الراجل ده وودوه مركز الشرطة. وهناك وهم بيحققوا معاه قال إن الولد ده ما يبقاش ابني، ده يبقى ابن بنتي، وأبو الأب يبقى ابني. هنا رجال الشرطة اتصدموا من اللي سمعوه، وطبعا راحوا الشقة وفتشوا وقبضوا على البنت وعلى أخوها التوأم. بس الكارثة هنا إن هم لما قبضوا عليهم الأخ اعترف وقال إن الولد ده أنا أبقى أبوه، وقال إن مش أنا لوحدي اللي عملت كده، أبويا كمان اعتدى على أختي وكمل اللي أنا بعمله.
انا كنت بعمل كده بالنهار مع اختي، وابويا لما كان بيجي بالليل كان بيكمل اللي بيعمله. بعد التحقيقات الاب وابنه اتقبض عليهم، والبنت جابوا عمتها واستلمتها ومضت تعهد ان هي هتقعد البنت معاها هي والطفل الرضيع. الدروس المستفادة من القصة اللي انا حكيتها لكم دلوقتي: اولا الجاني الاول هو الموبايل، ان احنا ندي موبايل لاولادنا وما احناش عارفين هما بيتفرجوا على ايه. لازم ندور وراهم، ندخل على السيرش وعلى البحث ونعرف هما بيدوروا على ايه وبيتفرجوا على ايه. لازم ان يبقى فيه رقابة. لو الاب مش موجود لازم الام تبقى موجودة، ولو الام مش موجودة لازم الاب يبقى موجود. لازم يبقى فيه رقابة. الاب والام مش موجودين، فين الجد فين الجدة؟ لازم يبقى فيه حد بيسأل. لازم زي ما بيقولوا لازم يبقى فيه ضابط ورابط للبيت. لازم الاولاد في السن ده بيبقى في سن خطر، لازم يعرفوا ان في حد في البيت مستنيهم يسأل: رحتوا فين؟ جيتوا فين؟ خدتوا ايه في الدرس؟ اتكلمتوا في ايه مع اصحابكم؟ لازم نصاحب اولادنا في السن ده، لان المرحلة دي خطر جدا جدا جدا. خلي بالكم من اولادكم، وبلاش الموبايل. ابعدوا اولادكم عن الموبايل على قد ما تقدروا، وصاحبوا اولادكم. وربنا يعافينا مما ابتلى به غيرنا. ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا جميعا. دمتم سالمين.